اهلا بكم من جديد. عنوان الفيديو بتاعنا النهارده: الحجاب اجنده ومش فرض، ومفيش عذاب قبر. وعجبتني 9 قيم في الهندوسيه، 12 بقى تصريح لنهى العمروسي اثاروا الجدل. بعد الموت بنرجع بقى لنور ربنا ونذهب لابعاد اخرى، وانا غير مؤمنه بعذاب القبر لانه غير مذكور في القران. جسمي بالظبط كده زي العربيه، اخدته عشان تدخل فيه روحي في هذه الحياه، لكن روحي ابديه ومصيرها العوده للنور. أما بقى الأرواح الشريرة تستمر في النزول لحياة أخرى حتى تتطهر، وبعدها ترجع لنور ربنا. الكلمة بقى لها قوة وكأنها طاقة، زي بقى التعويذة. وما تقوليش على نفسك أي حاجة سلبية. أنا اتعلمت بقى لأني أذيت نفسي كتير، جبت لنفسي مصايب سودة، دخلت السجن. أما بقى بناة الأهرامات مش المصريين القدماء، والأهرامات مش مقابر أصلا، بس اللي مسيطرين بقى على الكوكب وعاملين لنا تنويم مغناطيسي ومغيبين بقى عقولنا، خدعونا بقصة مقبرة خوفو دي. يعني من الآخر كده بناة الأهرامات مش بشر أصلا، مش من الجنس البشري. وتماثيلهم بقى العملاقة دي طولهم الأصلي مش تضخيم ليهم. كوكب الأرض أمنا هو ست، يعني طاقة أنثوية بتحس وتتنفس وعارفة كل واحد ماشي عليها، ولما يحزن بتحزن معاه، ولما يفرح بتفرح معاه. الحجاب بقى أجندة، الحجاب مش فرض. اديني آية بتقول إنه فرض. وأنا عن نفسي عمري ما هتحجب لأني مش مقتنع بيه خالص. أنا بقى مش عايز أحس إن أنا أحسن من المسيحي أو اليهودي أو البوذي أو الهندوسي. فكرة التقسيم دي بتعمل مشاكل بين الناس. شكيت بقى في كل الأديان ووصلت في النهاية إن ربنا خير وحب وعدل وعمران. الهندوسية ملهاش نبي وملهاش كتاب، لكن في 9 قيم عجبوني جدا فيها. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.